السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم أحبائنا الكرام أينما كنتم في كل مكان. يتجدد اللقاء والموعد مع حضراتكم. بنقول ألف مبروك كابتن حسام حسن، الوصول لكأس العالم. نقدر نقول للمرة كام؟ تمام، يعني المرة دي الناس كتيرة كانت بتقلل من المنتخب، وأي حد يمسك المنتخب هيوصل. يعني مش عارف أنا بصراحة، يعني دخلت على صفحات كتير او يعني بتصفح على السوشيال ميديا وكده، بلاقي ناس عامله اسقاطات على كابتن حسام حسن، بدل ما نقول مبروك الوصول لمنتخب مصر. تمام، يعني ما فيش 3-4 مرات وصلنا على بعض. يعني المفروض نقول الناس تقول لك اي حد كان هيوصل لو مسك المنتخب. تمام، ما اعرفش ليه الناس اللي بتقلل من انجاز كابتن حسام حسن. ما اعرفش ايه الناس دي، يعني يقول لك لا ده منتخبات ضعيفه، منتخبات مش عارف ايه جيبوتي، ايه مش جيبوتي. طب ماشي يا جماعه، ما احنا لعبنا قبل كده منتخبات قليله. احنا مش طلعنا قبل كده من ليبيريا ولا كان في تصفيات افريقيا ايام جورج وايا ومش عارف ايه، ومباريات مش عارف الجزائر، ومباريات يعني مباريات. يعني لا خلينا نقول برضو ايه الجزائر عشان نقص برضو يمكن الجزائر كانت فرقه تقيله او فرقه كبيره ماشي، غير كده كانت فرقه كلها يا جماعه في افريقيا يعني ما تذكرش. وياما مدربين اجانب وياما تمام وما بنوصلش. ليه بنقلل من انجاز كابتن حسام حسن بدل ما نقول الله ينور والف مبروك وكده الناس تخش مش عارف ايه لقمه العيش ومش ماشي يا عم. ما هي الدنيا كلها ماشي يعني نفرح. يعني احنا ليه لما بيجي الفرح تمام يعني بنبخس حق الراجل ليه؟ واحد يقول لك لا لقمه العيش بسمع كتير يعني نبرات زي كده واصوات زي كده. تمام يا عم مفيش مشاكل، الله يعين الناس وكده بس دي فرحه جايه لحد عندك. ايه المشكله؟ ما نفرح مع كابتن حسام وكابتن ابراهيم، وشكرا لاجتهادهم وان هم وصلونا والجيل يعني تمام. يا عالم هنوصل تاني امتى وكده قعدنا مع مجدي افغاني فضل يذلنا بالجون اللي جابه لحد ما وصلنا مع صلاح روسيا. تمام، ما صبناش الدور او التوفيق في بطوله قطر. تمام، فنشكر كابتن حسام حسن. ماله كابتن حسام حسن يا جماعه؟ ما اعرفش انا هو الهجوم للهجوم كده ما يشكر ووفر لنا دورات وتمام وكده وال ثواني يا كابتن ناصر، ثواني. نعم. دلوقتي انت حضرتك بتتكلم على كابتن حسام حسن هتخش معانا يا كابتن هاشم؟ تمام ماشي، مفيش مشكله. مفيش مشاكل. بس في وجهه نظر بس لازم تتقال. يعني وجهه نظر ايه؟ كابتن حسام دلوقتي يعني هو لو اي حد مسك المنتخب كان هيوصل بكاس العالم. دي حاجه، لان معانا جيبوتي، سيراليون، مع احترامي الجميع. ازاي اي حد لما في ياما لعبنا فرقه ضعيفه لا معلش، ما كانش المنتخب بتاعنا كده، واخد بالك؟ فاي حد كان مسك المنتخب، لو كابتن علي ماهر، كابتن طارق مصطفى مسك المنتخب كنا هنوصل بكاس عالم. معلش يا جماعه، وكابتن هاشم يعني انت حضرتك زملكاوي صح؟ اكيد طبعا زملكاوي. يعني بتتكلم على اساس في حاجه عايز تضيفها؟ ما بتكلمش على ان انا زملكاوي ولا بتاع، انا بتكلم ان الكابتن حسام حسن بيحب ويكره. ازاي بيحب ويكره ازاي؟ دلوقتي ما فيش ولا لاعب من الزمالك في ال11 يلعب الماتش بتاع جيبوتي ده، مع انه يعني يعتبر تحصيل حاصل. ازاي يعتبر ده؟ ما كان لازم نفوز. تحصيل حاصل ازاي؟ لا ما يعني لو ما فزناش هنكسب اثيوبيا. عندنا الماتش الجاي اثيوبيا هنكسب. ايه اعتراضك يعني او يعني مش فاهم؟ لا اعتراض ان هو يعني ازاي دلوقتي يجي يوجه زيزو لما طلع في البرنامج مع رامز جلال يقول له اتمنى زيزو يروح الاهلي. ما توجه انت دلوقتي مدرب منتخب مصر، ما توجهش. حضرتك معلش يا جماعه، وحضرتك احنا سمعنا ان الحته دي اتقص منها وكده لا وفي اتلعب فيها من رامز جلال لا عشان تثير الفتنه والكلام لا ما تقصش. لا انت عايز تضيف حاجه تانية بس يعني ايه، يا ريت نتغاضى عن النقطه دي. لا نتغاضى عن النقطه. ماله تقول لي كابتن شوبير الصغير. طب دلوقتي يعني كابتن محمد الشناوي ماشي، حارس مصر الاول، ما فيش اعتراض. دلوقتي انت عايز تريحه، بتنزل مصطفى شوبير واخد محمد صبحي ليه؟ ماله مصطفى شوبير؟ مصطفى شوبير مش هو اللي يقف للمنتخب يا كابتن ناصر، لسه بدري عليه. ده الاهلي لعب 9 ماتشات داخل فيه 11 جون. وعلى طول محمد صبحي رجله في الملعب.
محمد صبحي. طب ده في ناس بتقول لك عواد يمكن يلعب على صبحي، ايه رايك؟ لا لا لا، مفيش الكلام دوت، لا. صبحي اللي رجله في الملعب يعني انت واحمد الشناوي مستوى صبحي في مستوى صبحي احسن من مستوى مصطفى شوبير. يا اما كده بقى يبقى يخلي لعيبه الزمالك بقى ايه ما تاخدهاش والعب بلعيبه الاهلي بقى. لا احنا كده رحنا في حته بقى اهلي وزمالك وما اعرفش راي الناس ايه، ومش عارف بصراحه. انا برضو الراجل دون اسمه هاشم صديقي، يمكن الناس تعرفه كده. هو من الناس اللي ليها نقطه معينه في الاعتراض، يعني ما اعرفش هو بيحسبها اهلي وزمالك. احنا بنقول مصر وصلت، بس هو بيقول لك كابتن حسام يعني ليه ما عدد كبير من لعيبه الزمالك مستبعده، فيمكن في لعيبه تانية اجهز في منتخب مصر اجهز من لعيبه الزمالك، واسيب لحضراتكم التعليق. فيعني برضو الراجل دون من ضمن الناس اللي بتعترض على كابتن حسام، ومش عارف برضو نتمنى النبره دي. يعني هو الراجل حسبها اهلي وزمالك تمام. عندك اضافه تانية يعني بالنسبه يعني انت حاسبها اهلي وزمالك؟ مش حاسبها اهلي وزمالك. قال لهم الف مبروك لمنتخب مصر وصول كاس العالم، ودي حاجه تشرفنا وحاجه تفرحنا. بس الكابتن حسام حسن بيتعنت ان ما يلعبش لعيبه الزمالك. هو الراجل هنا احنا زي ما شايفين دلوقتي هي اوت الزمالك اهي. دلوقتي لما زيزو كان في الزمالك، ما كانش بيلعب اساسي في المنتخب، راح الاهلي بايه؟ باساسي. كنا بنقول طيب محمد صلاح زيزو لعيب كبير. زيزو احسن، زيزو بقى له 3 سنين احسن لعيب في مصر. ايوه حلو الكلام، بقى له 3 سنين احسن لعيب في مصر. لما كان في الزمالك ما كانش بيلعب، كان احتياطي. كانت الحجه بتاعتهم هنقعد صلاح ونلعب زيزو. لا يا عم، صلاح هو اللي يلعب على زيزو ويلعب على اي حد. صلاح زيزو راح المنتخب، الكابتن حسام اخترع له مكان عشان يلعبوا اساسي، لكن لو في الزمالك كان هيبقى برضه احتياطي. بياخد حسام عبد المجيد عشان في بس نواشات ان هو احتمال يروح الاهلي، فخدوا المنتخب. لكن لو ما فيش الكلام دوت ما كانش راح حسام عبد المجيد المنتخب. هو كله تركيزه على لعيبه الاهلي. ليه؟ ماله كابتن حسام حسن. هو كابتن حسام حسن لما مسك الزمالك انت لو تفتكر مش عمل طفره ووصل بيكو. كان ايه نهائي ايه؟ انت راجل برضه، انا عارف ان انت راجل ما وصلش بينا نهائيات. المباراه بتاعت البنيلات، لا ده كان جاي مكمل ايه؟ كان جاي مكمل. طب مش وصل بيها نهائي مش كان مباراه نهائيه؟ ضربات الجزاء. ايوه ضربات الجزاء بتاعت الاهلي لما كوفي ضيع ضربه الجزاء في الاخر. طب حسام حسن كان جاي مكمل على عمل تاريخ مع الزمالك اهو. تاريخ اللي عمله هو جاب لنا بطوله. مش بطوله ايه؟ هو طول عمره جاب بطوله. هي ضربه جزاء جت او ما جاتش المدرب ينزل يحط جول. يعني انت دلوقتي بتقول مسكنا وعمل ايه وعمل ايه؟ مش وصل النهائي. ما كانش نهائي ده. ماشي، ما كان نهائي كاس السوبر. كنا احنا واخدين الكاس، مش طيب هو اللي كان معانا واخد الكاس. لا بس ماشي حتى لو كمل، ما هو كمل وصلك للمباراه النهائيه. وصلني النهائيه. احنا كنا واخدين. لا انا بتكلم في حته احنا كنا واخدين الكاس. هو متعند لعيبه الزمالك، مش متعند. او متعند الزمالك. احنا كنا ما كانش مثل الزمالك في يوم من الايام. احنا كنا واخدين الكاس وهو جه مسك الفرقه. طبعا لازم نلعب كاس السوبر مع الاهلي واخد الدوري واحنا ابطال الكاس. لكن هو ما كسبش معانا الكاس، مش هو اللي جاب لنا الكاس. طيب ماشي، بس وصل معاك وصل معانا نهائي فين؟ النهائي اللي وصلنا فيه. نهائي مش دي ضربات جزاء دي. ما احنا كده لا اله الا الله. احنا كده واخدين الكاس، هنلعب كاس السوبر مع الاهلي. حلو. لكن هو ما مسكش الفرقه وخدنا بيها كاس مصر. ما كانش هو المدير الفني. ده هو جه واحنا ابطال كاس مصر والاهلي بطل الدوري، هنلعب كاس السوبر. جه بقى معاه هو فين يعني بقى اللي انت ايه اعتراضك بس عشان الاعتراض واضح وظاهر؟ اعتراضي بصراحه ان هو كابتن حسام ما ينفعش لمنتخب مصر. لا مش لا ما ينفعش. لا انت اتكلم بقى مع احترامي ليك. لا كابتن حسام يمسك فرقه. اتكلم ان هو ماشي. انت رحت في حته ان هو بيجامل لعيبه الاهلي، فاهمني؟ تمام. بس لكن وفي تعليمات لو ما عملش كده. لا ثواني كده انا هفصل بقى مع احترامي ليك. لا انت يا عم الكابتن، لا ما ايه ده؟ هد اللعب. كابتن حسام حسن عمل بطوله كويسه وخسر من مين حسام حسن؟ وفين الفرقه اللي لعبها يا كابتن ايه؟ فين الفرقه اللي لعبها؟ ما انت لما جيت يا ابني بالحلال بلعيبه بمدربين اجانب، ما كنت بتطلع، ما كنتش بتوصل كاس عالم.
ما كانتش مجموعتنا كده. لا يا ما لعبنا زي ما ذكرنا ليبيريا ومش عارف فرق ضعيفه وبتاع وكنا بنطلع. ايه بس ما كانش بقى في صلاح وما كانش في النني وما كانش في مرموش. من 4 سنين ما كانش في صلاح، ما كانش في مش عارف ما كانش لما انت بتقول ليبيريا دي لا مسيان يعني انا ما بخصصش، انا بقول لك من الفرق الضعيفه. ما كانش العهد ده ايه، مش النني ده من الفرق القديمه، صلاح ده مش من الفرق القديمه، تريزيجيه ما حضرش من 4 سنين مع المنتخب. لا كان موجود. طيب ماشي. الفرق اللي كنا بنلعبها ما كانتش بمستوى الفرق ديت. جيبوتي، سيراليون، اثيوبيا، ما فيش الله اللي هي يعني انت عايز تقول الفرقه اللي خادم كابتن حسام حسن في التيم بالمجموعه، واخد بالك، او التيم الحالي، الفرقه اللي هي يعني هتنافسك في المجموعه. واضح ان انت بتهاجم كابتن حسام حسن للهجوم يعني. ده كابتن حسام حسن ايقونه مصر كرويا وبتاع. عليه يا كابتن ناصر ان كابتن حسام حسن اسطوره في الملعب، لكن بره الملعب لا اسمح لي. لا اسمح لي، انا مش عارف اقول ايه والله. يعني بنلاقي زي الاخ هاشم او الكابتن هاشم ناس كتيره برضو حبينا يعني نعرض يا جماعه. يعني في ناس كتير كده هو ما تعرفش الهجوم على كابتن حسام حسن. انا مش عارف بصراحه عامل لهم ايه كابتن حسام حسن. ما قلنا ياما قابلنا فرق قليله تمام وخرجنا وتمام. على الاقل كابتن حسام حسن موفر دولارات للبلد تمام، وواصلين من بدري وكده اهو. كان بيتحرق دمنا ودولارات وطيران رايح وطيران جاي وتمام، وكنا بنطلع برضو. انا مش عارف بصراحه. ماشي، انا بقول والناس تخش على صفحات كتير برضو. انا بقول لحضرتك يا كابتن ناصر، لو اي مدرب مصري مسك المنتخب في المجموعه اللي هي بتاعتنا دي، 100% هنوصل كاس عالم. 100%. 100%. مليون في المية. دي برضه انا زي ما قلت، انا بقرا برضه ناس او بقرا ناس كتير واخده نفس النهج دون. فيعني انا مش عارف ليه بنضيع. يعني حبينا نتكلم يا جماعه، ايه مش احنا طالعين نطبل وتمام ونشكر ونعمل. احنا طالعين بنعمل حاله موجوده تمام. كل التقدير كابتن حسام حسن، مفيش كلام. وزي ما انتم شايفين انا راجل كابتن حسام حسن كتير دافعت عليه، والمحتويات تشهد ان انا دافعت على كابتن حسام حسن كتير وما زلت بدافع عليه وبقول له الف مبروك كابتن حسام. وانت عملت انتصار اصل بالنتائج. ما قلنا قبل كده جبنا فرق قليله وكنا بنخرج. نشوف برضو ايه تعليقات حضراتكم ووجهات نظر الصديق هاشم اللي كان معانا، وفي ناس كتيره برضو بتتبع نفس النهج. برضو نشوف حضراتكم تفصل بيننا وبين احد الضيوف اللي دخل علينا ان هو عايز يقول وجهه نظره وكده، انه احنا ايه اي حد كان يوصل كاس عالم وكده. فانا بقول لا، ما ياما قابلنا فرق ضعيفه وبكرر وبنخرج. بنهي بألف مبروك كابتن حسام، وسير في كمل مشوار وربنا يوفقك في كاس العالم وتعمل نتائج حلوه وكده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ونسيب لحضراتكم التعليق، والف مبروك لمنتخب مصر.